كثفت إسرائيل من غاراتها العنيفة في كافة مناطق قطاع غزة، تحديدا في مدينة غزة ومحافظة الشمال وغيرها من محافظات قطاع غزة الخمس. قبل قليل تم استهداف أحد المنازل في شارع النفق في مدينة غزة، وكذلك تم استهداف أحد المنازل خلف مجمع الشفاء الطبي بأكثر من صاروخ، وتم وصول قبل قليل عدد من الإصابات في تلك الغارات الإسرائيلية التي استهدفت تلك المنازل المأهولة بالسكان والمواطنين. أيضا تم استهداف العديد من المنازل في محافظة الشمال، شمال قطاع غزة، وتم تسجيل عدد كبير من الشهداء وعدد كبير أيضا من الإصابات، من بينها إصابات خطرة جدا. حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث ما بين وقت وآخر تقوم طيارات الاحتلال الحربية بشن الغارات ذات الصواريخ شديدة الانفجار وذات التدمير الهائل. كل صاروخ يتم إسقاطه على المنزل يتم تدمير المنزل، وكذلك تدمير محيط المنزل، والمنازل المجاورة تتضرر بشكل بالغ، وتتأثر أيضا المواطنون الذين يتواجدون في تلك المنازل. وتقوم سيارات الإسعاف والطواقم الطبية بنقل تلك الإصابات إلى المستشفيات، سواء كانت في شمال قطاع غزة أو إلى مجمع الشفاء الطبي. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان القريب في محيط مجمع الشفاء الطبي، وعلى ما يبدو قريب من شارع عيدية أو محيط مخيم الشاطئ القريب من مجمع الشفاء الطبي. حتى هذه اللحظة هناك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الحربية المسيرة بدون طيار، وكذلك ما بين وقت وآخر تدخل الطائرات الحربية وتقوم بشن سلسلة من الغارات مستهدفة بذلك منازل المواطنين المأهولة بالسكان. أيضا تخلل خلال الساعات القليلة الماضية، وتحديدا الساعة الماضية، استهدافات مكثفة للمنازل وأيضا الزوارق الحربية. شاركت الطيران الحربي باستهداف المنازل واستهداف المواطنين في مدينة غزة تحديدا، وتحديدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وبالتالي إسرائيل هذه الليلة ودخولنا اليوم 17 للهجمات الإسرائيلية على المواطنين الآمنين المدنيين في قطاع غزة بمحافظته الخمس تشهد هذه الليلة وهذا الفجر، فجر هذا اليوم، غارات مكثفة. إسرائيل بعد نوعا ما هدوء كان حذر، باشرت بشكل مكثف وبشكل غير مخطط له، ربما يكون بشكل يؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين وترويع المناطق التي يتم استهدافها، لأن معظم المناطق التي يتم استهدافها من تلك الغارات الإسرائيلية هي مأهولة بالسكان، وهي عبارة عن مربعات سكنية يتواجد في المنزل العديد من أفراد الأسرة. وأنت تعلم والمشاهدون يعلمون أن المواطن في قطاع غزة ومن خلال النزوح من المناطق التي شهدت غارات إسرائيلية مكثفة تتجمع الأسرة في منزل واحد، تتكون ربما تزيد عن 20 فردا، معظمهم من الأطفال والنساء. ننوه أيضا في هذه اللحظات هناك سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة غزة، أيضا انفجار جديد في هذه اللحظات ربما يكون في المناطق الغربية لمخيم الشاطئ. بالفعل ربما تكون هذه ناتجة عن الزوارق الحربية التي تطلق في هذه الأثناء القنابل تجاه منازل المواطنين، وأيضا بجوار المدارس، مدارس الإيواء، مدارس التي تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
هذا المواطن ربما يكون أحد المواطنين يعني أغمي عليه نتيجة الغارة التي جرت أو حدثت قبل قليل في محيط مجمع الشفاء الطبي، وهو يعني لحظة النوم استيقظ ليتفاجأ بكمية الصواريخ التي ألقتها إسرائيل على المنازل المواطنين الآمنين. ننوه في هذه اللحظات غارات إسرائيلية تتجدد على مدينة غزة، على مناطق مختلفة من مدينة غزة ومن محافظات قطاع غزة، تشاركها كما تحدثنا الزوارق الحربية، وتدخل في إطار الاستهدافات المدفعية الإسرائيلية، تستهدف منازل المواطنين بشكل عشوائي. وهنا يكمن الخطر، أي أن المدفعية تستهدف بشكل عشوائي، وبالتالي تتعرض مئات من منازل المواطنين المتواجدين في المناطق الشرقية لاستهداف من تلك المدفعية التي تقوم بإطلاق القذائف بشكل عشوائي، وربما يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وجسيمة في منازل المواطنين، وربما أيضا تسقط تلك القذائف في وسط الأطفال والنساء، مما يؤدي بالتالي إلى إحداث مزيد من الضحايا من الأطفال والنساء نتيجة تلك المدفعية وتلك الغارات الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة هناك قصف متجدد ما بين وقت وآخر في مناطق مختلفة، طائرات تحلق، استهدافات متواصلة، إصابات تصل إلى مستشفيات القطاع، شهداء. كل لحظة تقوم وزارة الصحة بمحاولة إنقاذ الأطفال والنساء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع، وفي ظل يعني نفاذ كافة المعدات والمستلزمات الطبية، وتحديدا مواد التخدير، حيث يقوم الطواقم بإجراء العمليات بدون تخدير كامل أو حتى نصفي للإصابات التي يتعرض لها. بهذا يعني هناك معاناة أيضا للجريح من الطفل، سواء كان طفل أو مسن أو مرأة وسيدة. شاهدنا قبل قليل كيف قامت الطواقم الطبية بنقل إحدى السيدات وهي حامل، وتم يعني إخراج أو إنزال الجنين حامل بالشهر التاسع بحسب ما تحدث بنا، ما قالوا لنا المسعف. تم يعني خلال الغارة التي تعرضت لها في المنزل تم يعني إسقاط الجنين ونقل المرأة والجنين إلى داخل مجمع الشفاء الطبي ليتم التعامل معه بسرعة فائقة نتيجة يعني شدة الخطورة التي تعرضت لها تلك المرأة. أيضا ننوه بأن تم تسجيل ما يقارب 7 شهداء بغارات إسرائيلية مختلفة استهدفت مناطق متعددة، وشاهدنا صورة الطفلة الصغيرة التي ارتقت شهيدة هي ووالدتها، وكيف كان يودع الأب طفلته الصغيرة وعيونه يعني مليئة بالدموع والحزن. ويعني حتى هذه اللحظة ونحن نتكلم عن الآلام ونتكلم عن حالات الشهداء والجرحى جلها من الأطفال والنساء، لا تزال الطائرات الحربية تستهدف منازل المواطنين، وكذلك لا تزال الزوارق الحربية المتمركزة على طول الساحل الغربي لمدينة غزة تستهدف بقنابلها وبرشاشاتها النارية منازل المواطنين. إذن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تتوقف عن استهداف المنازل المأهولة بالسكان، لم تتوقف عن إدخال الرعب لقلوب الأمهات، لقلوب الأطفال حتى هذه اللحظة. ونحن نتحدث منذ ما يزيد عن 5 دقائق لم تتوقف الزوارق الحربية من استهدافها للمنازل، والطائرات الحربية من استهدافها كذلك للمنازل في جميع محافظات قطاع غزة، والتي ركزت مؤخرا في محافظة الشمال ومدينة غزة.
شكرا جزيلا لك تامر دلول مراسل الغد، كنت معنا من مجمع الشفاء الطبي بغزة.